وتشتمل هذه الخارطة على الآتي: تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت، بكلم الرئيس. البياع الغلبان ما ندوس عليه نموته، حرام حرام، ده بياكل حلال. انا اسف الحركه، انا مطول شويه بس. كل يا سيسي حسبنا الله ونعم الوكيل فيك يا سيسي، تطلع على ظهرك يا سيسي. كل اللي بيتكلم بيتاكل، كل اللي بيتكلم بيعتقلوه. ثورة المفاصل هي عبارة عن مرحلتين. المرحلة الأولى قياس الجاهزية، وهي فترة الحشد للثورة، دعوات للناس إنها تنزل تتمشى بشكل طبيعي في الشوارع من غير أي هتاف في ساعة معينة لقياس مدى استجابة الشعب للدعوة. ولما نلاقي استجابة واسعة نتنقل للمرحلة الثانية، تحديد موعد انطلاق الثورة. وعلشان تنجح الثورة لازم يتوفر فيها 3 شروط. أولا العدد والانتشار، لازم يكون عددنا كبير ومنتشرين في آلاف نقط التجمعات علشان نشتت الأمن ويفشلوا في السيطرة على الحركة. ثانيا وهي حصار مفاصل الدولة وحرمان النظام من استخدامها بدل ما نتجمع في الميادين. ثالثا توازن الرعب، لو اعتدى ضابط الشرطة على المتظاهرين عندنا حق الدفاع عن النفس، وده هيتم عن طريق إننا نرصد بيوت الضباط فيه. تقعد في بيتك وما تشتركش في القمع، وإلا أهل الحي هيمنعوك وهيستهدفوك ويستهدفوا بيتك. احنا دلوقتي في مرحلة الحشد لثورة المفاصل، وكلنا علينا واجب في النشر والحشد للثورة. ثورة المفاصل علشان مستقبل أحسن لينا وللأجيال الجاية.